السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في قناة شيوات العمري ليلى. اليوم إن شاء الله مع وصفة أخرى اللي غادي تكون عبارة عن كيك بالشوكولا بدون بيض. كيجي معلق ورائع المذاق. نتمنى أنكم تجربوه، أكيد غادي يعجب لكم. فما كاينش فرق بين هذا وبين اللي كنعملو بالبيض وكنعملو بطريقة سريعة، يعني ما كيهزش بزاف ديال الوقت. إذا فما عليكم إلا أنكم تتبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الأخير باش تعرفوا كل المكونات والطريقة. هنايا غادي نقطعو لكم وهو مازال سخون، هو حتى كيبرد عاد كيرجع خفيف وغادي يبان لكم بحال اللي معجن. هو راه ماشي معجن نهائيا، يعني بمجرد ما انه كيبرد كيرجع خفيف واسفنجي. هو درت فيه جوج ديال الطبقات ديال الشكلاط، درت واحد الطبقه في الوسط واحد الطبقه من الفوق الشكلاط بالحليب اللي كندوبها. غادي تتبعوا معايا الفيديو ان شاء الله وغادي تشوفوا الطريقه. كتعطي لها واحد المذاق اللي هو رائع، ديك الشكلاط اللي ضفنا بالحليب. اذا فغادي نبداو مباشره في الطريقه على بركه الله. فاول حاجه كنذوب الشكلاط بالحليب وكنديرها فوق ورق الطهي. كنسرحها على شكل رقيق بحال هكا وكندخلها المجمد حتى كتجمد. كنخليها في المجمد حتى كنسالي الكيك عاد كنجبدها. وهنايا غادي ننتقل المكونات. فعندي 180 غرام من السكر و200 غرام من الدقيق الابيض وكيس ونصف من الخميره الكيماويه ونصف تقريبا نصف كأس شاي من الماء ونصف كأس شاي من الزيت و30 غراما من النشا. ملعقة كبيرة ونصف من بودرة الكاكاو وعلبتين من علبة ونصف من الياغورت الطبيعي والقليل من الفانيليا السائلة. فكنعملو السكر وكنعملو علبة ونصف من الياغورت الطبيعي. غادي نطربهم بالطراب الكهربائي جيدا، يعني ما يعادل 150 غرام من الياغورت الطبيعي. بعدها كنضيفو الماء كنطربو وكنضيفو الزيت. فكيف قلت لكم تقريبا نصف كاس عنبه اللي كنعملوه من الماء والزيت. بعد ما كنطربهم مزيان غادي نضيف بودرة الكاكاو. فانا عملت هنايا ملعقة كبيرة ونصف، وكنعمل الدقيق والخميرة الكيماوية كيس ونصف. ما يعادل 10 غرام. بعدها كنضيف النشا هو الاخر كاع 30 غرام. الفانيليا ضفتها في الاول، غير نسيت ما صورتش. غادي تقدروا تضيفوا هادي او السكر المنسم بالفانيلا الا ما متوفراش عندكم هادي. غادي نخلطو هنايا بالملعقه فقط مزيان. بعد ما كنخلطوهم مزيان كنجيبو المول اللي كيكون القطر ديالو 24 سنتيم. غادي ندهنوه بالزيت وكنحط فيه ورق الطهي. بالنسبه للشكلاط بعد ما جمدات عندي كنقطعها على هذا الشكل قطع صغيره بحال هكا. وهنايا في الصينيه غادي نعمل نصف العجين نصف الخليط اللي كنعملو هنايا. غادي نسرحو مزيان. الخليط خصو يجي شويه خفيف، ما يجيش ثقيل بزاف، ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل بزاف. كنحطوا قطع الشوكولاته. فهنايا عملت الشكلاط بالحليب، اي نوع كتفضلوا نتوما. يعني الشكلاط اللي كناكلو ماشي ديال الحلوى اللي كتاكل. عملت انا نيستلي هي اللي عملت.
بعد ما عملت الطبقة الأولى من الشوكولاتة كنضيف العجين المتبقي عندي من الفوق. غادي نحاول انني نغطي ديك الشكلاط كلها. فهاديك الشكلاط بعد ما كطيب مع الكيك هي اللي كتعطي داك يعني داك اللون، كيبان اللون ديالها غامق، كتبان بحال اللي فازكه، بحال كتجي لينا بحال اللي معلكه. اما هي بعد ما كتبرد مزيان فكترجع اسفنجيه وخفيفه. انايا بعد ما ضفت العجين كله غادي نضيف الشوكولاته المتبقيه عندنا. الفران كنشعلوه على 170 درجه، ما كنزيدلوش بزاف. الا كان عندكم مجهد غادي تنقصوا عاد على 170، لان درجه الحراره خاصها تكون متوسطه. انا درت على 170 درجه. كنشعل غير من التحت، كندخلو الفران حتى كتكمل 20 دقيقه او 25 دقيقه، كيبان لي الكيك منتفخ. عاد كنشعل من الفوق عليه. خدا ليا 40 دقيقه تماما وكان واجد عندي. يعني 40 دقيقه على درجه متوسطه، خصو يطيب مزيان باش كيجي لينا طايب من الداخل، ما كيبقاش معجن. بعد ما وجد ليا كيجي على هذا الشكل، فراه كيجي رائع بزاف، كيجي زويون. متاكده الا جربتو غادي يعجب لكم. غير كيف قلت لكم ما تزيدوش الفران بزاف، وعطيو له الوقت ديالو باش خصو يطيب على خاطرو، باش ما يبقى ليناش معجن من الداخل. فكيف قلت لكم 40 دقيقه اللي خدا ليا ديال الوقت. اذا البنات فكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. الى عجب لكم الفيديو بارطاجيوه مع صحباتكم، واللي مازال ما اشتركاتش في القناه تشترك، وحتى اللي كتشوف القناه لاول مره تضغط على زر الاشتراك. والى الوصفه المقبله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.